هذه الفرحه اللي كنشوف في الوجوه ديالكم فبالنسبه لي معبره ومعبره كثير. اكيد بان حنا هنا كما تنقول دائما في خدمه كره القدم الوطنيه، وفاش كنوصلوا للنتائج الحمد لله وتنجحوا نجاحات بحال هكا، فما يمكن الانسان الا انه يكون متشرف وكيشوف الفرحه على وجوه جميع المغاربه، فهذا الحمد لله يعني شيء يثلج الصدر من ناحيه. من ناحيه اخرى الحمد لله فضل من الله، من تواضع لله رفعه. جميل التواضع انك يفتح الانسان كذلك لا بوسيبيتي باش ربك دائما كيسهل عليه وتيرفعو وتيوفقو. المجموعه بكل صراحه دائما قلتها لهم كنبغيهم، وكذلك متشرف بتواجدي بيناتهم لان عندهم دي فالور كبارين بزاف، عندهم واحد الحب كبير لكره القدم الوطنيه. ديما الرايه معنا في الفيستير، ديما في لي سبيتش ديالنا كاين الرايه وكاين السمعه ديال كره القدم الوطنيه وديال البلد ديالنا كيدخلوا بها بالقلب ديالهم. ايزون بوكو دو فالور، فاكيد ربي ما يخيبهمش. المقابله كانت صعيبه بزاف بكل صراحه كما شفتوا، منتخب اللي حامل اللقب ديال الشهر اللي فاتت، كذلك عندهم لاعبين مؤهلات كبيره. لحد المقابله يلعبوا معنا تسجل عليهم فقط هدف واحد، دازوا للدومي فينال جداره واستحقاق. عندهم ان اكيليبر كيعرفوا اش كيديروا في السطيران من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه. عندهم دي ديفونسور قويين بزاف، ميليو تيران كيعرف يلعب كره خصوصا بدون كره، ودي زاتاكون اللي صراع كثير. فالمقابله ما كانتش سهله، يمكن حنا بان علينا شويه العياء ان انتم كتعرفوا كثره المقابلات، ما كاينش وقت كثير، اللاعبين ما عندهمش اون باز، فكل مقابله من بعد مقابله من بعد مقابله فكتزيد تدخل لا فاتيغ عند اللاعبين، فبانت شويه. كذلك لو فواياج اللي كان صعيب وصعيب بزاف، راه كنا دخلنا حتى لجوج الليل، يعني ما كانش الامور سهله، انتقالات فبزاف ديال العراقيل. ولكن مره واحده اخرى نتشرف بهاد اللاعبين الله يحفظهم على القلب ديالهم، لان كل شيء كان تعبان ولكن كانوا كيكومبونسيو بالقلب ديالهم وبالروح ديالهم وبالاكسبيريونس ديالهم. فما يمكن لي نقول لك الا انني سعيد بهذا الانتصار اللي ما جاش سهل مره واحده اخرى ضد فريق اللي قوي، ولكن انتصار مهم لانه خلانا اننا ندوزو لا فينال، والتحدي بدا من اول مقابله وما كانش الامور سهله، ولكن كان اليقين في الله وفي العمل اللي تنجز. فيمكن لي نقول لك بان هذا بعدا بالنسبه لي انا فهو تتويج في حد ذاته بكل صراحه، ماشي فهو التتويج، ولكن هذا ما كيمنعش بان ابتداء من غد ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون لا موتيفاسيون ديالنا اكثر باش نجيبوا الكاس ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نبدا من الاخر، الفرحه باقي ما درنا والو باش غادي نفرحوا. يلاه تكلمنا في الفينال، ماتش الفينال ماتش اللي غادي يكون صعيب كونتر مدغشقر. اش غادي نقول لك، الماتش كيتلعب الفينال كيتلعب على جزئيات بسيطه، خاصك تكون كونسونطري ديالو كيدير احسن من التشافوا باش نوجدوا الماتش ديالنا مزيان. كنشكر الدراري على الانتاجيه ديالهم، على الروح اللي لعبوا فيها. لعبنا اليوم ملحمه، كانوا بزاف ديال الفيديوهات كانت لامباكت فيزيك. كنشكر عاوتاني الدراري على المجهودات اللي قدموا والستارت هو، والحمد لله هذا الفوز هذا هدينا الشعب المغربي. الحمد لله حنا كنا عارفين المنتخب السنغالي قوي، حنا كنا عارفين باللي هو كيلعب على نقطه القوه ديالو، على الالتحامات بزاف، حنا كنا عارفين هادشي هذا، وحنايا كنا استعدنا ليه، استعدينا وشفنا الاناليز فيديو باللي عنده، خدمنا نقاط القوه ونقاط الضعف والحمد لله طبقناها، والحمد لله جا التاهل بضربات الجزاء. حنا كنا اهم شيء هو التاهل. ولكن كيفاش عشتي داك ستريس بطاقه حمراء شويه بدا على الفار حيدها ديك الثواني كيفاش عشتيها؟ كنت تنفكر الدراري والله اكثريه، الله دينا الدوزيام ميطا بطاقه حمراء. انا كنت تايق في راسي باللي انا ما قصتوش، ولكن ما تعرفش الحكم شنو الشوفه ديالو، والحمد لله ملي تلغات وهذا هو الاهم. اول حاجه بدا الحمد لله على التاهل ديالنا للفينال، ما جا ساهل، ما جاش داكشي بسهل، كاين عمل، كاين خدمه كبيره درناها عام كامل، حنا تنخدموا ضربوا شماره، وباقينا ان شاء الله باقي ناخذ واحده باش اننا ان شاء الله الطعم الزوين ديال الحلاوه كما تنقولوا. نتمنى ان ربي يوفقنا فيها. ثاني حاجه كنشكر الزملاء ديالي على المقابله اللي قدموا اليوم، لافور ديالهم، السخاء ديالهم تبارك الله كاملين، اللي دخلوا واللي ما دخلوش، كلشي شجع كلشي عاون. نشكر الكوتش على الخدمه الكبيره اللي تيدير، خدمه كبيره صراحه، نشكر على الطاقم التقني كامل والطاقم الطبي اللي وقف علينا صار على الراحه ديالنا. كنشكر كلشي ان شاء الله، وتنتمنى المغاربه ان شاء الله يشجعونا اكثر باش انا فينا نكونوا في الطوب نيفو ديالنا ان شاء الله، ونكونوا في كامل جاهزين باش ندوزو في اللقب نرجعوا للمغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. مفيد عندي كاستيون مرحبا. دقائق من المورا فاش دخلتي حتى واش كاين شي بليسير واش مستوى احسن ما ندويش عليها اخويا، غير الله يتشاو الخير ان شاء الله صافي.
شاء الله ما يكون والو ان شاء الله. يحسمون المواجهة أمام السنغال ويعبرون إلى النهائي الكبير بكل شجاعة وصلابة. كابتن يوسف شيبو، ألف مبروك. الله يبارك فيك. عبور مستحق طبعا نظرا لما قدم طيلة هذه البطولة. نعم اظن اول شيء نبارك لكل اللاعبين، نبارك للمدرب، لاطار كل التقني، الاطار الطبي، لكل الموجودين، لكل اللاعبين سواء الموجودين او حتى البدلاء، حتى الموجودين في مقاعد ليسوا على مقاعد البدلاء. نبارك الجمهور المغربي كذلك. هذا النهائي مهم جدا للطفره التي تعرف الكره المغربيه، كما قال جواد، خامس نهائي هذه السنه، هذه شيء مهم، شيء جيد، دائما يعطيك ثقه اكثر للشغل الاريحيه دائما والتطور في المستقبل. على ما شاهدنا اظن منتخب المغرب لعب مباراه كبيره، كذلك منتخب السنغال كان قوي، كان منافس قوي جدا. دائما في الكرات ضربات الجزاء تحتاج الى هدوء، الى تركيز كذلك، والى فاعليه، خصوصا حراس المرمى كان عندهم دور كبير. اظن ان الحظ كان وراء المنتخب المغربي اليوم، نفذنا كل الضربات بشكل جيد، والترتيب والتسلسل كان مهم جدا، من اول ضربه للاعب حريمات الى اخر واحده للمهيري اللي اعطى بها التاهل. نتمنى ان شاء الله اول شيء ان نسترجع، لان كان هناك ارهاق وكان هناك سفر كثير خصوصا بين الدول للعب المباريات. وهنا بالعمري كافضل لاعب اظن انه في الشوط الثاني في اشواط اضافيه كان افضل بكثير ويستحق هذه الجائزه. لاعب قدم وساهم في العديد من المرات في الجهه اليسرى بتحركاته وكذلك بالتمريرات العرضيه. كما قلت الان يجب التفكير فقط في عمليه الاسترجاع. الاحتفال مهم للوصول للنهائي، ولكن في نفس الوقت يجب كما قلت التفكير باسترجاع الثراء البدني. ان هناك نهائي يوم السبت وسوف ننتقل مره اخرى وسوف نرحل نيروبي لكي نلعب النهائي هناك. وبالتالي كما قلت يجب الاستعداد على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني. واشكر كل اللاعبين على كل التضحيات، لانه ليس من السهل ان تلعب تقريبا هذه السادس مباراه او سابع مباراه وتلعب بنفس هذه القوه وبهذا الريتم وبنفس هذه الظروف. كذلك لا ننسى هناك رطوبه، هناك الحراره، هناك التنقل، هناك العديد من الاشياء، خصوصا حتى التنقل، لان هناك كانت مشاكل عديده في التنقل، ساعات كثيره بين هذه الدول الثلاث. وبالتالي رغم ذلك الفريق كان عنده الرغبه ان يصل الى هذا النهائي. نتمنى ان شاء الله ان يكونوا جاهزين في افضل احوالهم البدنيه كذلك والفنيه في مباراه يوم السبت ان شاء الله. وهذا ما يتمناه الجمهور المغربي. ألف مبروك للمنتخب المغربي الوصول إلى النهائي. الحمد لله المنتخبات المغربية أصبحت متعودة على الوصول إلى النهائيات الإفريقية، سواء الصغار ولا الكبار، الذكور ولا الإناث، داخل القاعة ولا خارج القاعة. المنتخبات المغربية أصبحت معروفة على الصعيد الإفريقي. يعني الوصول ديال المنتخبات المغربية إلى النهائيات الإفريقية أصبح هو القاعدة، وعدم حضورها أصبح هو الاستثناء. الأفارقة كلهم لو كيعرفوا القيمة ديال المنتخبات المغربية كيف ما قلنا ذكورا وإناثا. فشكرا لطارق السكيتيوي، شكرا لكل اللاعبين الذين تأهلوا إلى المباراة النهائية. شكرا لكم لأنكم أفرحتم كل المغاربة من طنجة حتى للقويرة. شكرا لكم لأنكم أدخلتم البهجة والسرور في قلوب كل المغاربة صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا اللقب مغربي. أعتقد بأن مدغشقر منتخب ليس بالمنتخب الصعب، وباستطاعة المنتخب المغربي أن يتجاوزه بسهولة، وهذا ما تتمناه الجماهير المغربية.